في ليلة زي الفل من ليالي عرض مسرحية المتزوجون، واقف سمير غانم وجورج وشيرين على المسرح. احنا لسه في التلت الأول من المسرحية. سمير غانم بيقرر يرتجل ويسخن المسرحية بدري بدري. عايز يفوق القاع معاه. خلينا نقول بتسأله شيرين عن الكليات اللي هو وجورج اتخرجوا منها. أنا خريج كلية الآداب قسم اجتماع. بيقول بمنتهى البساطة أنا خريج آداب قسم اجتماع، وحنفي اللي هو جورج يعني خريج علوم قسم ذرات. مش معقول، حنفي خريج كلية العلوم قسم ذرة؟ ايوه يعني عالم ذرات. وبيبدأ من هنا سينة الذرات. فعلا حنفي عالم ذرات فظيع حقيقي، يعني من الشباب اللي درسوا الذرة بمزاج. سمير كان ممكن يقف عند الإفيه ده ويسكت، بس هو قرر بذكاء إنه يكمل ويخش بكلمة أيوة يعني عالم ذرات. هنا الناس جهزت نفسها في رحلة. لو تفتكر حلقة فؤاد المهندس كنت قلت لك قواعد السينة أو الستاند اب على المسرح: سيت اب، تاجز، اسكيليشن، كول باك، بانش لاين، ايفويشن. ده اللي سمورة هيعمله بالظبط. سمير غانم قرر إنه هيعمل الحاجة اللي هو دايما بيحب يعملها: الفرس أو الهزل. فظيع في الذرة فظيع، بس ما عندوش حظ لأنه غلبان وفقير، إنما في الذرة ما عندوش يما ارحميني. فاكر يالا؟ نوع الكوميديا اللي هو فضل يعمله سنين، وكنت شرحته لك قبل كده في حلقه الكوميديا، وروح شوفها ارجوك روح شوفها. يعني فكره انه يحط حنفي في مواقف معينه، زي انه في الكليه لما يخش المعمل ما حدش بيخش معاه، وبعدها الكليه بتقفل 3 ايام طوارئ. حنفي في المعمل، حنفي في المعمل بيعمل ايه؟ بيحضر ذرة. الحاجات دي كلها كومبليتلي من خيال سمير غانم. وهنا تكمن العبقريه، ان السينه دي كلها او السلسله دي كلها اتبنت على كلمه ذره. قرر هو بذكائه يوظفها عشان يضحك الناس كلها. طب يا عم ايه اللي فيها يعني؟ مش فاهم ايه الحوار يعني. ما شفتها كتير قبل كده، وانت كلمتنا عنها كتير قبل كده. اقول لك يعني تعالى معايا لرحله بعد الارتجاله دي بسنين طويله، فقعده لسمير غانم مع منى الشاذلي بيعرضوا له المشهد من تاني، وهو من تلقاء نفسه بيكمل رمي افيهات على جورج سيدهم ذات نفسه، وكأنه ما فارقش خشبة المسرح من يومها. والمبهر ان الناس برضو قعدت تضحك. اكتر هنا في المشهد ده وانا بقول وجود جورج جنبي، لان انا عارفه كويس قوي وعارفه في حكايه الذره دي يعني. وهنا يا صديقي باكد لك اننا قدام رجل مش عادي، قدام كوميديان عبقري افنى حياته عشان الافيه الحلو، وعشان يفضل يعمل الحاله دي فتره طويله، وكان محتاج يبقى لعيب. ومفيش اقرب للكوميديا من الشطرنج. فاكر حلقه الكوميديا؟ عشان كده لو هندي وصف لسمير غانم هو انه لعيب شطرنج جامد على المسرح. بس انا ليه حسيت بكده اصلا؟ دو جهار يك. خليني الاول اشرح لك يعني ايه لعيب شطرنج، وبعدين اقول لك انا وصلت للاستنتاج ده ازاي. عشان تبقى لعيب شطرنج جامد محتاج تبقى فاهم كل قطعه عندك بتتحرك ازاي، قيمتها ايه، قوتها ايه، هتوظفها ازاي، كل القطع مع بعض هتشتغل ازاي. وكذلك على المسرح كل ممثل لازم تبقى فاهم قوته ايه ودوره ايه، والتركيبه دي كلها هتطلع ايه في الاخر. وده بشكل او باخر اثر على فهمه للكوميديا. انت في الشطرنج عشان تسلك طريق الفوز لازم تبدا بدايه قويه، تكون مسيطر على الاربع مربعات بتوع السنتر، تفضل محافظ على ده طول الجيم عشان تكسب. وكذلك الكوميديا. مش ايه انت بتلعب بالاسود ده؟ انا الاسود. ما هو احنا نلعب بالاسود نخلصه وبعدين نلعب بالابيض. على رأيك ورانا حاجة يعني جهار دو كش ملك عبد الحميد. اوكي؟ بداية قوية تعلم مع الجمهور وتضحكهم، وتفضل موازن باقي المسرحية عشان اللي بيتفرج يكمل معاك لحد الآخر. إذا فإحنا عندنا البدايات القوية، ومش عايز أقول لك إزاي كان سمير غانم قوي في الموضوع ده، زيها زي أوبننج الأفلام كده، وإزاي بيفرق كتير في مشاهدتك له. سمير غانم كان مدرك ده كويس جدا، فكان لازم يفاجئ المشاهد كل مرة بدخلة شكل، زي دخلة مسرحية المتزوجون كده. المتين سيبك من المتينة. الكلام ده كله مش مكتوب، والاغنيه هو اللي مؤلفها، والمزمار هو اللي جايبه برضه، ودي حاجه هو صرح بيها اكتر من مره. موضوع الدخله بالنسبه لسمير غانم مهم، لانه لازم يسيب لك علامه في اول المسرحيه، وبرضه عشان تفضل مشدود معاه لحد الاخر. دي البدايه القويه. طب وباقي المسرحيه دي ليله كبيره قوي، معتمده على حاجات كتير، اولها اللعب جوه المسرحيه ذات نفسه. معتمد على ايه اصلا؟ على مستوى البدايات احنا اتكلمنا مفاجئ وقوي ومبهر، كل مره بدخله مبهره اكتر من اللي قبلها.
لدرجه ان مخرج المسرحيه نفسه بيبقى متفاجئ من الدخله. اقول ان كل مسرحيه الدخله بتاعتي بيبقى المخرج ما يعلمش عنها شيء. اللعيب ده بقى اتكون ازاي قدر يبقى اللعيب الجامد اللي بنحكي عنه؟ عشان احدد ملامح البرسونا دي وتطورها كان لازم ارجع لورا، وتحديدا للقاء لادم مكاوي ثرثره فنيه اللي قال فيه ان اول تكوين للبرسونا دي كانت في مسرحيه موسيقى في الحي الشعبي. موسيقى في الحي الشعبي هي اول مسرحيه قررت اشوفها في تجربه سمير غانم، لانها بجد بدات مع المسرحيه دي. ممكن المسرحيه لما تيجي تشوفها النهارده تلاقي الضحك فيها قليل، وده طبيعي، المسرحيه داخله على عمر والدك باين، وان جورج بيضحك فيها اكتر من سمير. بس الحقيقه ان المسرحيه دي سمير بدا يجرب فيها طرق جديده في الكوميديا ما كانش بيستخدمها قبل كده. ده مش مسرح سمير غانم قوي. لما تيجي تبص على الفرق بين ملامح الثلاثي وسمير لوحده هتلاقي في فرق كبير جدا. سمير لوحده المسرح كله بيدور حواليه في فلكه، هو بطل مطلق له الحق انه يعمل اي حاجه على المسرح. اما في تجربه الثلاثي فيها الثلاث ابطال سمير منهم ومش اهمهم، كله بيخدم على القصه والكوميديا الجماعيه، وده عموما ما ينفعش مع بيرسونة ابو سمره. في تجربه الثلاثي اللي كان ظاهر كان الضيف، عشان في الاساس عايز يبقى مخرج وشخصيته قويه. انا كنت اسمع عن الضيف وجورج يسمع عن الضيف في الجامعه. لان الضيف كان ماسك فريق التمثيل في الجامعه. فجاه بس كان بيمثل كوميدي ولا كان بيمثل بقى لا هاملت وحاجات؟ وحاجات، وهو حبه للاخراج مش التمثيل. لا عمره ما حب يمثل، ده مثل عشان انما هو حياته الاخراج. كان يتمنى يبقى المخرج، يعني اكبر مخرج في مصر هو الضيف. فسمير قبل انه يشتغل من دماغ الضيف باسلوب لعب الضيف. بس خليني اقول لك اهم تغيير وبناء في مسيره سمير غانم، الباروكه. والله العظيم، لانه بعد موسيقى في الحي الشرقي بدا يطلع شويه من دماغ الضيف ويبدا يلعب باسلوبه الشخصي. عشان كده باروكه سمير غانم في المسرحيه دي خليته يكمل كبطل لفتره طويله، مع احترامي للصلع كلهم طبعا، بس في الفتره دي من تاريخ الكوكب الاصلع ما كانش بطل، بس كان حد بيتقال عليه افيهات. عشان كده هتلاقي عادل امام، فريد شوقي، سمير غانم وغيرهم كتير لابسين بواريك. باروكه ابدا، مجرد تغيير الستايل. يعني ما فكرتش في حاجه ثانيه؟ بالعكس، ده الحكايه دي ساعدتني كتير قوي في الفوازير. يعني انا استغليت الحكايه دي في الفوازير كتير قوي. مش شخصيات، بقيت اعمل زي ما انا عاوز. انت لما تغير شعرك تيجي تلاقي فاكر لما عمل ببساطه دول خلوا سمير غانم يتحول لجان وفتح شاشه قوي. بعد كده سمير غانم هيضيف على الباروكه دي شنب عشان يكمل فكره الجان. بس المهم ان شكل سمير غانم بقى مقبول، ان بطله زي دلال عبد العزيز في فندق الاشغال الشقه او صفاء ابو السعود في موسيقى في الحي الشعبي تحبه عادي، لدرجه انه لما راح يتعشى مع محمد عبد الوهاب قال له انت شكلك وثيم واسنانك بيضه زي اللولي. الله والله جميل. ومع ذلك بتضحكني من القلب، بعكس بعضهم يحتاج الى مجهود عشان يضحكني. يا فندم يعني انا ما عملتش حاجه. وفعلا سمير غانم قدر انه يحط نفسه كجان في السينما والتلفزيون والمسرح، ومن نفس المنطقه دي اللي هي الجان اللي بيضحك، سمير هيفضل يضحك بقيه عمره تقريبا. هي نفسها منطقه المتزوجون واهلا يا دكتور وفارس وغني خيبان، بس باشكال مختلفه. الفكره ان سمير غانم هو اللي بيظهر في الفترتين دول حتى اكتر من جورج، وده لاسباب كتير جدا. اولها ان سمير قادر يضحكك من كل حته، هو عنده كل الادوات الكوميديه اللي انت تتخيلها وهو مش هيبخل عليك بيها. سمير غانم ممكن يلبس ست شكلها مريب مثلا، ودي حاجه مستحيل عادل امام يعملها. ممكن برضه يغني على المسرح او يتريق على المغنيين، ودي حاجه ناس كتير بتعملها. بس سمير مميز فيها لانه فاهم غنى. بكي يا بوتيريا هرب بكي يا بوتيريا هرب بكي. ودي برضو ترجعك لحته انه موسيقي وصوله لنقطه موسيقى في الحي الشرقي محتاجه رجوع تاني. سمير غانم مواليد اسيوط، تحديدا عرب الطاوله. ابوه اللواء يوسف غانم غصبه يخش كليه الشرطه اللي اتفصل منها بسرعه عشان يلاقي نفسه في اسكندريه في كليه الزراعه. هناك دخل المسرح وقرر مع اصدقائه وحيد سيف وعادل نصيف انهم يعملوا فرقه يغنوا فيها وبعدين يعملوا مسرح. الفرقه دي اتشهرت جدا لحد ما شافهم المخرج محمد سالم وقال لهم يروحوا القاهره. هنا سمير بياخد الخطوه، بس التركيبه بتتغير. وحيد سيف ما بيقدرش يسيب اسكندريه، فيجيب سمير مكانه جورج سيدهم نجم مسرح جامعه عين شمس. وبعدها عادل نصيف بيقرر يسافر امريكا، فبيجيب مكانه الضيف احمد اللي حرفيا بيجيبه من الاتوبيس. لقينا نازل في محطه مصر وقابلنا سلم علينا وبتاع. قلت له بص هدي بقى، ده احنا عايزينك تيجي معانا تكمل الثلاثي. الثلاثي ايه؟ قلت له سكتشات معانا كده، عندك مانع؟ قال لا ما فيش مانع. خدناه بقى ورحنا جري على التلفزيون للاستاذ محمد سالم. هنا بيتكون الثلاثي اللي بيعمل سكتشات وبرامج اضواء المسرح،
ويبدأوا بأغنية دكتور الحق اللي كانت من ألحان سمير غانم نفسه. وهنا بتظهر واحدة من مواهبه في التلحين، خصوصا الحاجات الخفيفة. الثلاثي انتشر بقوة لأنه لعب على معادلة السهل الممتنع، سكتش او اغنيه خفيفه على القلب ومدتهم مش طويله. نجحوا جدا في موضوع السكتشات الغنائيه لدرجه انهم بيطلبوا في الافراح. وصلوا في النجاح ان عبد الناصر طلبهم يغنوا في فرح بنته. الفكره اني وانا ببص على السكتشات دي وشغل الثلاثي عموما لقيت فيها حاجه مميزه فشخ. الشغل خفيف وسهل يعلم معاك، بالذات السكتشات بتتحفظ بسرعه ومسليه فعلا انك تقعد تتفرج عليها ورا بعض. الالحان حلوه فعلا، واللي ملحنها سمير غانم بالمناسبه. بتلف وتشخط اهو خدها زقلط ورماه وبرافو بوبو تلقاه وانا شايف لوفا بيصبن رجله ويدوب يا عيني بيحاول ين وطرين زي العصفور. يا لهوي. وسط النجاح ده بتحصل حاجتين، الأولى وفاة الضيف سنة 70، وده حدث مفجع بالنسبة لمصر كلها تقريبا وبالنسبة للثلاثي خصوصا. عزيز الضيف أحمد، بسأل عنك كل ما بطلع بس ما بيجيش الرد، كل ما بلمح حد واصل لك أجريله ألقاه يتشد. النقطة الثانية ودي نقطة قاسية جدا، كلام محمود السعدني في كتاب المضحكون اللي وصف فيه سمير غانم بأنه كذاب زفة وإنه أقل واحد من الثلاثة. ثم يأتي دور سمير وهو في الثلاثي مجرد كذاب زفة، فلا هو مضحك ولا هو ممثل، ولكنه ضرورة للجوق، وفي كل جوق كان يوجد كذاب زفة، وكان كذاب الزفة يقوم وحده بتمثيل رواية كاملة قبل بدء التمثيل، وكان الهدف منها هو جمع المتفرجين من عرض الطريق، وكان يستخدم كل شيء: الرقص، الزمر، القفز والصراخ والعويل والعزف والتطبيل، وهو يستطيع أن يصنع كل الأشياء لكنه ليس على علم بأي منها. وكان كذاب الزفة ينجح دائما في لم شمل الناس، فإذا بدأ الشغل اتخذ لنفسه ركنا ليس مع الجمهور وليس مع الأرجوزات، فهو لا يتفرج ولا يلعب، لكنه بين الحين والحين يتدخل في الشغل بهبالة، ويضيف إلى الرواية المعروضة أحداثا يؤلفها ويقوم بتمثيلها في الحال، وهو يتدخل أكثر من مرة، لكن المرة لا تستغرق أكثر من دقيقة وينتهي تدخله بصفعة على قفاه. وصف السعدني ده كان منطقي في وقته، لأنه الضيف أحمد وهو أكثرهم موهبة على حد تعبير السعدني كانت شخصيته قوية وشغال مخرج وكاتب، وده خلاه يفرض شخصيته على المجموعة. سمير غانم وقتها قبل بدور واحد من 3، وموهبته ما كانتش متفجرة زي بعدين، لأنه كان بيبذل مجهود كبير بس عشان ال3 مش عشان نفسه. يعني من الآخر كده كلهم كانوا قطع في اللعبة، مفيش حد فيهم اللعيب. الوحيد اللي كان له دور أكبر شوية الضيف عشان الإخراج، بس في نفس الوقت كل واحد منهم قدام الكاميرا له نفس القدر من الاهتمام. عشان كده بنلاقي ان مسرحيات زي جوليو وروميت وفندق الاشغال الشقه كانوا لسه فيهم من تجربه الثلاثي. ليح الله لا يسيئك تاخدوك معاه علشان ما اخرجش، لازم تخرج انا مش ناقص يجي مفتش يديني دش. كل ده كله بقى احنا لسه ما وصلناش للحته المهمه. هو خلاص كون البرسونا بتاعه اللعيب الشاطر اللي عارف كل قطعه واداه معاه بتعمل ايه. هنا بقى احنا بنتكلم عن اكتر نسخه متطوره من سمير، اللي عندها ادوات ما بتخلصش وما عندهاش مشكله تعمل اي حاجه عشان تضحك القاعه. مرحله الثمانينات واواخر السبعينات الفتره دي عمل فيها مسرحيات زي اهلا يا دكتور، المتزوجون، وجحا يحكم المدينه. في المسرحيات دي سمير اتطور فيها كتير، عرف ازاي يلعب على المسرح صح، وقدر كمان انه يبني لنفسه بيرسونا لو جيت بصيت عليها هتلاقيها عباره عن هزل صريح وكوميديا للكوميديا. عشان كده بقول لك انه نضج لانه عرف يطلع البرسونا دي، بس البرسونا دي محتاجه ادوات جنبها. بيكتشف في الفتره دي ناس زي محمد السبع فندي وابراهيم أدري ومصطفى رزق، الناس دي هتبقى قطع في لعبه سمير غانم. في المسرحيات دي على طول معاه طقم ممثلين اللي بقولك عليهم دول اللي هو بيرتاح في الكوميديا معاهم. الناس دي غالبا هتلاقيهم في اغلب مسرحياته وعلامه من علامات مسرحه وتجربته ككل. الناس دي كان النقاد بيشتموا سمير غانم عليهم بسبب الافيهات الغير اخلاقيه عليهم، زي الافيهات على الشكل واللون. بس في الحقيقه سمير غانم كان بيحترم الناس دي جدا ويديهم فرصه على المسرح. وبرده لما هتيجي تفتكر مشاهد من المسرحيات بتاعه الفتره دي تلاقي نفس الممثلين دول. في قطعه تانية مهمه مع سمير غانم عامله شبه الوزير كده، وهي الاهم في الليله دي، الارتجال. سمير غانم بيرتجل من غير ما يقف، لدرجه انه ممكن يرتجل عمل كامل زي 4-2-4، لدرجه انه يغطي على بطل الفيلم ذات نفسه يونس الشلبي. وده اللي بيبان اكتر في مسرحيه زي جحا يحكم المدينه، كتبها وحيد حامد باسلوبه. يعني المفروض الكوميديا دي يبقى فيها بعد اجتماعي وسياسي والكلام ده كله،
بس سمير بياخد المسرحيه في حته تانية خالص، لدرجه انه من كتر الارتجال وحيد بيقرر يبطل يشتغل معاه اصلا. انت بتخرج عن النص ولا لا؟ وطبعا كله بره النص. ويبطل يشتغل مسرح من بابه، لانه هو مش متحكم في اللي بيتقال 100%. وعلى مستوى تاني هتلاقي ان سمير غانم على طول معاه اكسسوارات، حاجات هيطلع مره واحده هتضحكك، زي المزمار مثلا او الصدر او ايا كان من الزيادات اللي بيستخدمها سمير غانم عشان يضحك. كل الحاجات دي سمير وصل بيها للطب في الفتره بتاعه الثمانينات. هنا قدر يوصل لشكل المسرح اللي هو عايزه، وما بتقفش عند المسرح بس، لا وفي التلفزيون كمان، حاجات زي فوازير فطوطه ويبقى علامه في التلفزيون على خفه الدم. وانا بشوف حلقه بلال فضل بتاعه موهوبون في الارض، قال ان سمير غانم وقف انه يروح حفلات بشخصيه فطوطه عشان حاسس انها هتغطي عليه. بيعمل كمان برامج منوعات، وحتى لقاءاته كلها فيها حاجه مشتركه، المرح والهزل. الحاجتين دول خلوه ايقونه في الكوميديا. بس دايما في نقطه في المشوار ده غريبه، سؤال بيتقال على طول: هنا سمير غانم الفنان الظريف الضاحك الجميل في فن التمثيل، وانا ليا معاه قصه وراه. انا طلعت كتاب تقوله من 30 سنه، انا عنده سنتين. الكتاب ده اسمه المضحكون، كتبت فيه عن شله الممثلين الكبار العظام بتوع مصر اللي اسمهم المضحكون يعني. وجيت عند سمير غانم وقلت سمير غانم ده لا ممثل ولا مضحك ولا اي حاجه خالص، قلت ده كداب زفه بالحرف. والوحيد اللي انا اخطات فيه سمير غانم. ليه سمير غانم في السينما مش قد كده؟ الراجل اللي قاعد بقول لك لعيب كوميديا شاطر زي الشطرنج، بايظه معاه في السينما ليه؟ يعني الراجل عمل 320 عمل في مسيرته كلها، ده رقم كبير جدا. لو جيت فكرت فيه اول حاجه هتيجي في بالك المسرح وبعدين التلفزيون، وفي الاخر خالص كده هتيجي السينما. يعني الحقيقه ان الموضوع ده معقد شويه، لانه عمل افلام كويسه فعلا كبطل زي الرجل الذي عطس او اقتل مراتي ولك تحياتي وغيرها. بس الفكره ان شكل السينما ما ينفعش مع سمير غانم قوي، لانه ببساطه مش هيلتزم بالحوار، لازم ياخد حريته في انه يرمي افيهات من دماغه. كان محتاج مخرج يديله الفرصه دي زي احمد فؤاد في 4-2-4 كده، لانه عايز ينطلق ويقعد يرمي افيهات ويلبس حاجات غريبه، بسبب ان فكره التزام سمير بنص حواري معين ده هو بطله من ايام الثلاثي. وده مش معناه انه ممثل وحش، لانه في الرجل الذي عطس عمل دور جيد جدا، مع انه فيلم تراجيدي اصلا مش كوميدي. بس على مستوى الكوميديا هو محتاج ياخد مساحه كبيره شويتين في انه يعبر عن نفسه، وده بيقوله ادم في نفس اللقاء اللي في الاول لما بيحكي انه راح بلاتو تصوير مسلسل مطعم تشي توتو، فبيلاقي المخرج محمد فاضل بيقول له يا استاذ سمير مش هنلتزم بالحوار شويه، مش معقول كل تيك بإفيه جديد. ومع نص الثمانينات التاني سمير بيخش في دوامه افلام المقاولات وبيعمل افلام رديئه، وده باعترافه الشخصي. في نفس الوقت اللي ممكن يعمل فيه على المسرح حاجه زي فارس وبني خيبان من تأليف عبد الرحمن شوقي، اللي هيعمله بعد كده انا هايس واخويا لايس، او فيصل ندى اللي كتب صفقه $1,000,000 واهلا يا دكتور. الكتاب دول كانوا فاهمين قوته وعرفوا يكتبوا مسرحيات تخليه يفضل مسيطر على الخشب. فتره السيطره على المسرح دي خلته مكمل واحد من اكتر الناس اللي بيجيب ايرادات على المسرح، اكتر من ناس زي محمد صبحي مثلا والحاج محمد نجم. الوحيد اللي ممكن عدى سمير غانم هو عادل امام، يخرب بيته بنجيب سيرته في كل مش طبيعي. بس في اخر الثمانينات وبدايه التسعينات سمير بياخد زحليقه في مستواه على مستوى كل حاجه، حتى المسرح. على مستوى السينما بيعمل افلام زي اللهطل، عرض حجلي في قضيه نصب، والمطب والسلاحف، حاجات غريبه كده اللي ممكن بالمناسبه تلاقيها فيها حاجات تضحك بس مستواها الفني رديء. على مستوى التلفزيون اللي كان ناجح فيه بياخد دروب برضه، فبتلاقي ان انتاجه قل في الفوازير والمسلسلات. في المسرح بيفضل ناجح وبيعمل حاجات كويسه، بس بتحس انه بيقع لياقيا على مستوى اللياقه البدنيه يعني، وكمان بيبدا يفقد احساسه بالشارع، فالكوميديا كمان بتقل. تفضل مسرحيات زي المستخبي وصفقه ب$1,000,000 وانا هايس واخويا لايس مسرحيات حلوه، بس مش ده مستواه العادي. غالبا سمير بدا يخش في الحته اللي دخل فيها محمود المليجي، احساسه بعدم الامان المادي، بيزود شغل عشان يقدر يعمل فلوس تكفيه، وانه بدا يكبر فعلا. غالبا برضه بيدرك فكره انه محتاج شباب معاه في المسرحيات، فبيجيب معاه طلعت زكريا ويديله مساحه اكبر، وكمان ناس زي مصطفى رزق والسبع فندي بيديهم مساحات اكبر من بدري. وهنا بنخش في فتره الالفيه، ومع انه كان فقد لياقته تقريبا بس هتلاقيه برضه اكتر واحد بيضحك. نقدر نقول ان مع الوقت وبعد مسرحيه دوري مي فاصوليا سمير غانم بيقع تماما وبيخش في مرحله الفنان القدير، يطلع مع الشباب في افلام زي ورقه شفره، الحرب العالميه الثالثه، يعمل مسلسلات زي معكم على الهواء هايم عبد الدايم، ودور جنب الفوازير اللي هي قلت شعبيتها عموما بشكل ملحوظ. نفس الفتره دي سمير ما طلعش يتكلم في اي حاجه تضايق حد، كان بيبعد عن الجدل زي عادته من اول ما طلع، بعيد عن اي افيه او تصريح ناري، وده من وجهه نظري خلى الناس تتعلق بيه اكتر ويبقى مناسب اكتر لدور الفنان القدير. الاحياء الحقيقي لسمير بعد ظهوره في كذا فيلم كضيف شرف
هو بناته ايمي ودنيا، لانه كان بيطلع معاهم في ادوار مش كبيره بس مؤثره، وساعات بيطلع منها ضحك، وطبعا ده جنب اللقاءات بتاعته. وده خلى الاجيال الجديده تكتشف سمير بشكل احسن، ولعيب الشطرنج القديم اللي بيحرك المسرح كله على مزاجه بقى بيعلم الاجيال الجديده وبيدعمها. بس السؤال بقى، ليه سمير غانم لسه عايش؟ هو لعيب كوميديا شاطر، بس ده مش كفايه. في الحقيقه هي البرسونا المرحه اللي عملها، واللي هي شبه شخصيته الحقيقيه اللي بتظهر في اللقاءات بتاعه التلفزيون. يعني انا لو وريتك حته من لقاء له هتحس انك عايز تروح تشوف اللقاء كامل. اي رقاصه بتتحكم في المنطقه دي بتعمل كده، بس تقدر ترعش كده وتعمل كده. انما واحده تبقى الحته دي تعملها كده وكده، ده اللي غريب بقى. يعني لقيت شاكيرا واقفه الحته دي بتروح كده وكده، انا عملت كده وراح قاطعها على طول. انا هشوف في ايه واحكي لك بقى. طيب ماشي. سمير غانم كان عنده قدره غريبه انه يخليك تبتسم اول ما تشوفه حتى من غير ما يتكلم. في حاله كده خلينا نسميها ايه، حاله سمير غانم. انت ممكن تتقبل منه انه يغني اغنيه المفروض انها يوناني، بكي يا بوتيريا هربا بكي يا بوتيريا هربا بكي. حاله غريبه من المرح والبساطه. الحاجه اللي بيقدمها بتخليه عايش على طول. الحاله دي مفتقدينها في الممثلين حاليا، والموضوع ده غالبا بسبب السوشيال ميديا وغيره يعني. بس الفكره ان سمير كان مخلص لفكره المرح دي بشكل كبير. عمرك ما تسمع عن مشكله له والناس تقعد تحكي فيها كتير، وده مع انه ما كانش بيطيق النقاد بالمناسبه بسبب هجومهم الدايم عليه. بس في نفس الوقت مش هتلاقيه له تصريحات ناريه بيشتم فيها واحد منهم، هتلاقيه بيتكلم عن الموضوع بخفه كده، نوع من انواع تريح الدماغ، عامله كده زي لما تعمل كوبايه شاي بالنعناع وتقعد تتفرج على مسرحيه له. عشان كده اي حد شاف سمير غانم حتى وهو في اسوأ حالاته هتلاقيه مستغرب من ان هو بيقدمه ومبهور بيه في نفس الوقت. انت على طول مشدود للحاله اللي مش بعيده عن طبيعته كبني ادم، وعموما بنحتاجها في يومنا العادي. انت طول النهار طلعان عينك في الشغل، ما بتصدق تروح عشان تغير وتاكل وتشوف حاجه، وانت بتاكل هتلاقي اغلب الحاجات اللي قدمها سمير غانم مناسبه للحاله دي. انت داخل تفسد دماغك. عشان كده هتلاقيه عمل فوازير فطوطه، علم مع الناس، عمل 4-2-4 في السينما، بقى ايقونه كسينما رياضيه في مصر، لدرجه انك ممكن تفكر فيه من احسن كام فيلم رياضي اتعملوا. في المسرح بقى يعني مش هقول لك يعني من الانجح في تاريخ مصر، ومسرحياته لسه بتتعرض لحد النهارده، واكيد بتبقى جزء مهم جدا في الاعياد. تلاقيه برضه حاضر في ذهنك انت كشاب بالادوار الصغيره اللي عملها مؤخرا كضيف شرف، سواء فرقه شفره او حتى دوره في تفتح يعني. وان قررت ترجع لحاجه ابيض واسود مثلا هتلاقيه موجود بقوه في الثلاثي. يمكن في لحظات كتير ما كانش موفق، يمكن في السينما ما نجحش اطلاقا، ولكن الاكيد ان الشخصيه او البرسون اللي كان بيبنيها غطت على كل الحاجات الغلط او القرارات الغير موفقه. وبقى سمير غانم لا يضحك فقط، لكنه من اهم المضحكين في مصر. وبس كده. شاركنا برأيك تحت في الكومنتات عن هذه الحلقة، و ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده.